السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة مش هنقول مقدمات، ولا هنقول اشتركوا، ولا هنقول لايك، ولا هنقول ادعم، ولا هنقول أي حاجة. يوم أسود على كل الكرة المصرية، يوم لازم يتمحي ويتقطع من النتيجة بتاعة 2023. امبارح كان فيه 3 مباريات على مختلف ناديين ومنتخب. ابتدينا الأول بالزمالك، منتخب الوطني الشباب، وبعدين الأهلي. خلينا الأول في مباراة الزمالك. ماتش كان مليان بالأخطاء الفنية، تشكيل خاطئ، ناس بتلعب في مراكز مش بتاعتها. يجي يقول لك أصل الزمالك ما عندهاش لعيبة والقيد كان موقوف، أهو القيد اشتغل ماشي. اللعيبة محتاجة وقت تنسجم، ده موضوع مش في الأهلي والزمالك. الموضوع ده مش في الأهلي والزمالك. احنا بقى هنطلع بقى كل الحجج والشماعات ومش على الزمالك بس، على فكرة ده على الأهلي كمان. هندخل على ماتش الأهلي دلوقتي. مباراة قمة الاستهتار، لياقة بدنية لجميع اللعيبة تحت الأرض. بعد ما كان نيمار ويوسف أسامة نبيه الموسم اللي فات مكسرين الدنيا، وقال لك البروفيسير طلع لنا لعيبة ناشئين وسيف جعفر هم فين دلوقتي؟ بدل ما تديهم ثقة من الموسم اللي فات، ناس واخدين دوري وكاس، يبتدوا يشتغلوا معاك وياخدوا خبراتهم، تقعدهم لي على الدكة وارجع اقول ده بروفيسير. مش هنخش في فنيات، نخش على ماتش الاهلي اللي بصراحة ربنا حرق دم الاهلاوية كلهم، حرق الدم للاهلاوية كلهم. لعيبة قمة الاستهتار. بيرسي تاو ده مش ما يلبسش تيشيرت الاهلي، ما اللون الاحمر ده ما يعديش من قدام عينه. وما حدش يقول لي اصل دخل وعمل ضربة جزاء واصله لعيب تكتيكي. لا، انا اجيب عيل من الناشئين واديله الوقت اللي خده بس تاو في الاهلي واعلمه التكتيك والتحركات انما عشان اقعد 3 مواسم في الاهلي كل اللي بعمله ان اخد الكرة وارجعها لورا، واخد الكرة ما اعرفش هبقى بعمل بيها ايه. ده نفس موضوع جيرالدو اللي كان في الاهلي، كان نفس الموضوع، يعدي من 1 و2 وسرعة صاروخية يوصل لغاية المنطقة، ما يعرفش يعمل ايه في الكورة، ما يعرفش يتصرف ازاي في الكورة، يا تتقطع يا تضيع، يا ياخد بيها كورنر يا ياخد بيها اوت. يا كابتن محمود يا خطيب، الاهلي بقاله 2 في حاجة ملحة لراس حربة، واحنا عمالين نعبي في خط النص، وراس الحربة المهاجم ده يلعب بقى فيه كهربا اللي المفروض بيلعب جناح شمال، يلعب فيه بيرسي تاو اللي المفروض بيلعب فيه جناح يمين، يلعب فيه محمد شريف اللي هو اساسا مركزه مش راس حربة، شادي حسين اساسا مركزه مش راس حربة. ونقعد نعمل بقى ايه؟ تجارب. يا ترى النهارده كهربا هيلعب؟ لا، ده كهربا النهارده حظه وحش، حط محمد شريف. محمد شريف لا، ضغطه مش كويس النهارده، الضغط مش ماشي معاه، نحط مين؟ نحط بيرسي تاو. يا راجل ده انت فرصتك ان صن داونز اللعيبه بتاعتهم مش البنيه بتاعتهم مش قويه ومش طوال قوي، ففرصتك ما دام هتلعب على عرضيات وهتلعب الجناح دون والجناح دون، حط محمد شريف من اول الماتش. نعمل ايه احنا ببيرسي تاو؟ بيرسي تاو ده اقصر منهم. بيرسي تاو لا بتاع التحامات، ولا بيعرف يلعب بهده، ولا بيعرف يشوط شوطه زي البني ادمين. مفيش راس حربه بأمارة ايه؟ عشان التحركات مش بناقص من تحركاته يا سيدي، في عندك 70,000 واحد تاني من اللعيبه اللي على الدكه بيعرفوا يتحركوا برضه، بيعرفوا يجروا برضه. إنا لله وإنا إليه راجعون. مش عايز أطول على حضراتكم، وإذا عجبتكم الحلقة متنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.